بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة حابة اشارك معاكم فيديو جديد، اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده معايا في الفيديو، ده سمك بلطي. بسم الله ما شاء الله. السمك ده يعني كان جاي كده صاحي، كان ابو امير جايبه من السوق، بس كان جاي لسه صاحي. سمكة بسم الله ما شاء الله زي الفل. طبعا المكان ده مش مكاني برضو حبايبي، اللي عارفين الاجواء بتاعتي وكده والفرن بتاعنا ده. المكان ده مش عندي، ده عندي سلفتي. اللهم صل على سيدنا محمد. ده سلفتي كانت مولعة الفرن كده، بتخبز بتشوي فيه سمك يعني وكده، فلقيتها بتنادي عليا بتقول لي ايه يا ام امير، لو عايزه تعملي حاجه في الفرن، انا ايه يعني مولعه الفرن، لو عايزه تعملي حاجه تعالي بدل ما ترجعي يعني تولعه كده. فقلت لها ده ايه ده، كان ابو امير في الوقت ده والله كان لسه داخل بالسمك، فانا اخدت منه السمك والله العظيم وما كنت اعرف ان السمك صاحي كده. يعني حتى اما جبته كمان وعملته بالردة انا ما خدتش بالي منه. إيه يعني ايه ان هو صاحي غير لما حطيته في الفرن. يعني شوفوا السمك بيتحرك والله وما خدت بالي منه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأنا رحت أشوي السمك عندها كده، فطبعا هي سلفتي اللي كانت بتصورني، يعني هي سلفتي أم ندى اللي بتخبز دايما معايا وانتوا عارفينها، هي اللي كانت بتصورني. فلما رحت هي بتصورني ومشغولة معايا، يعني لو تاخدوا بالكم أنا عمالة أتكلم وأرغي زي ما انتوا عارفين كده، أختكم مش بتبطل رغي. فايه اللي هو بصوا والله البيت جنب البيت، بس طبعا كل واحد مشغول في حاله وكده. إيه مش بنتقابلوا مع بعض غير ايه عند الخبيز، او لما يكون مثلا في حاجة مناسبة او كده يعني. إيه طبعا احنا بنود بعض وكل حاجة. إيه اللي عندها حاجة التانية بتروح لها، لو واحدة تعبانة من غير تعب من غير حاجة، لو في اي حاجة، حد مثلا عنده أنفار، حد مزنوق في شغلة، بنساعده بعض، مش بنسيبه بعض في أي حاجة. لكن طبعا في العادي والطبيعي كده كل واحد عنده بيته وعنده أولاده وحياته، فكل واحد مشغول في حياته، ولكن لما بيكون في ظروف بنساعده بعض فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بصوا هنا أول ما دخلت السمك في الفرن، بصوا شوفوا ملامح وشي دلوقتي. أنا كنت بصوا يعني بعيط كده على منظر السمك لما حطيته، والله العظيم ما كنت أعرف إن هو صاحي كده. فشوفوا حطيت عليه المطرحة كده عشان تثبته، ويا عيني السمك من شدة السخونية بتاعة النار السمك بيتنطط. فزعلت بقول لسلفتي انا انت ما شفتهوش هو صاحي؟ قالت لي لا انا ما خدتش بالي منه ان هو صاحي كده. فانا لو اعرف ان هو صاحي كده وهيتنطط مني ويتعذب كده في النار، والله العظيم انا كنت سبته مثلا، سبته كمان شوية، سبته ساعة ورجعت. أنا حتى لو هولع الفرن عندي، أنا زي ما انتوا عارفين دايما بولع يعني، ولعة الفرن عندي مش بتاخد أي حاجة، فكنت ولعته وعملته عندي. ولكن طبعا أنا ما عرفتش يعني إن هو صاحي غير لما حطيته والله في النار أو في الفرن، وبدأ كده إيه السمك يتنطط يعني من سخونية النار وكده. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. طبعا سلفتي كانت قاعدة معايا كده زي ما انتوا عارفين ايه الرغي بتاعنا، اللي هو بصوا الاسبوع مثلا او الكام يوم اللي مش بنشوفوا فيهم بعض احنا بنتقابلوا على الخبيز ده بيكون من الاسبوع للاسبوع كده، لان دلوقتي مفيش انفار ولا في حاجة، فبنخبزه كل اسبوع مرة. مش بنخبزه زي فترة الصيف لما بيكون في انفار، بيكون كل يوم في خبيز، او مثلا كل يومين او كل 3 بنخبزه، فبنقابله بعض على طول. لكن دلوقتي الخبيز بتاعنا الأساسي بيكون كل أسبوع كده مرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلش سامحوني يعني حاسة ان انا
يعني باسجّل الفيديو وحاسة إن أنا عايزة أنام وعينيّا بتغمّض، اللي هو إيه، حاسة إن أنا مش مركّزة في الكلام اللي باقوله، فمعلش يعني استحملوني في الفيديو النهارده. يعني أنا حاسة بنَفْسي، حاسة إن أنا باردة معاكم في الفيديو كده ما فيش يعني إيه، عايزة أقول لكم اليومين دُولة أمي كانت معايا ولسه معايا في البيت لحد دلوقتي، يعني إن شاء الله لسه هتمشي النهارده، فهي معايا، فعايزة أقول لكم بقى إن أنا وهي بنسهروا مع بعض وأبو أمير، يعني بُصّوا العيال باخلّي العيال يناموا بالعافية عشان المدارس والدروس بيقوموا بدري، أمير فترة صباحية وياسمين دروسها الصبح والمدرسة اللي بعد الضهر، ففي كلا الحالتين العيال الاتنين بيقوموا بدري، يعني ياسمين الدروس بتاعتها بدري في نفس ميعاد المدرسة، لإن المدرسين اللي بيدّوها دروس هُم اللي بيدّوها في المدرسة بعد الضهر، فبيدّوا الدروس بدري. العيال فرحانين بستّهم وبُصّوا اللي هو يعني بادخّلهم يناموا كده بالليل بالعافية، بافضل قاعدة أنا وأبو أمير بقى مع أمي، ممكن بُصّوا السهرة تاخدنا كده نبُص نلاقوا الساعة 01:00. يعني أنتم عارفين إن أختكم يعني أنا عارفة إن في ناس ممكن تقول الساعة 01:00 دي مش سهر ولا حاجة بالنسبة لكم، ولكن طبعًا أنتم عارفين إحنا يعني بنناموا بدري شوية برضه عشان إحنا فلاحين وبنصحوا بدري، ويعني لابد كده من إن إحنا نقوم بدري عشان طبعًا الحليب وشغل المواشي وشغل الأرض وكده، فالفلاحين عمومًا يعني مقوامهم بدري، خصوصًا الفلاحين اللي بيربوا بهايم زينا كده. فباسهر بقى بنسهروا مع أمي يعني بُصّوا آآ اللي هو باقوم الصبح من النوم باقوم بالعافية مش عايزة أقوم يعني إيه وبرضه ما فيش فايدة، بنيجي تاني يوم إيه، يعني أمي تقول لأ أنا مش هنسهروا الليلة وأنتم بتسهروا بسببي وما أعرفش إيه، القعدة بقى بتاخدنا القعدة بتحلو صراحة لمّا بتكون أمي هنا، بتكون القعدة حلوة وأجواء حلوة والعيال ملمومة حوالينا ياسمين وأمير. وبيفضلوا بقى يضحكوا مع ستّهم ويعني بُصّوا أجواء حلوة. عايزة أقول لكم إن أمي كانت عايزة تمشّي من امبارح، والله العظيم أمير ابني وقف لها وحِلف عليها وقال لها: "والله يا تيتة ما أنتِ ماشية." وبُصّوا اللي هو مش هتمشّي يعني مش هتمشّي يا تيتة بالعافية. والله العظيم قعدت عشان خاطر أمير، يعني رغم إن أنا اتحايلت عليها تقعد ما سمعتش كلامي وكانت ماشية. ولكن أول ما أمير اتحايل عليها وقال لها: "ما أنتيش ماشية يا تيتة." واللي هو يعني بيتكلم بجد، أنتِ مش هتمشّي يعني مش هتمشّي، فسمعت كلامه على طول، باقول لها: "يا سلام يعني أنتِ بتسمعي كلام العيال ومش بتسمعي كلامي أنا؟" فهي بتقول لي: "أيوه أنا باجي والله أنا باجي عشان خاطرهم وكده." يعني أم من الناس اللي مش بتحب يعني تطلع من بيتها، يعني بتيجي تقعد إيه، لأ مش حابة إن هي تبات برّه، مش حابة إن هي تطلع برّه. فمن الصعب إن هي تسيب بيتها كده وتيجي تقعد معانا كام يوم، فهي بتيجي عشان خاطر العيال وحُب العيال ليها. ربنا يا رب يبارك في أمهاتنا جميعًا، كل اللي أمهاتهم موجودة ربنا يبارك لهم فيهم يا رب، يبارك في أمهاتنا جميعًا، واللي أمهاتهم متوفية ربنا يرحمهم يا رب ويجعل مثواهم الجنة، لإن فعلًا الأم دي حاجة يعني مهما نقوله هي حاجة ما تتعوضش. فلمّا بتيجي يعني عايزة أقول لكم أنا ما نزّلتش فيديوهات امبارح والله العظيم عشان خاطر أمي، اللي هو إيه، الفيديو متصوّر بس أنا مش حابة إن أنا أكون يعني الوقت اللي باسجّل فيه الفيديو لأ، قاعدة معاها وباتكلّم معاها، مش حابة إن أنا أكون بعيدة عنها، لإن زي ما أنتم عارفين أنا ظروفي مش دايمًا باروح يعني مش دايمًا بامشّي وأروح عند أهلي وكده. فمروحي بيكون بسيط، يعني حتى لمّا بنروحوا كده بالليل شوية إحنا وأبو أمير والعيال كده، نروحوا نسهروا شوية وإيه اللي هو ساعة ساعتين بالكتير وبنيجوا، لو رُحت بالنهار باروح بالنهار برضه حبّة صغيّرين وباجي عشان بهايمي وطيوري وأولادي وحالي وبيتي، زي ما أنتم عارفين يعني، فأنا مش باعرف أطلع ياما من البيت، فمروحي عند أهلي عزيز شوية، رغم إن بُصّوا يعني أنا عندي انتماء جامد لأهلي وكده وباحب أهلي جدًا وأخواتي، بس بتكون بقى على اتصالات وتليفونات وكده، هُم بييجوا لي، لكن أنا مش باعرف إن أنا أروح صراحة، وهُم مقدّرين ظروفي يعني، عشان برضه إيه، أبو أمير دايمًا برّه، يعني أبو أمير لو موجود هنا في البيت مثلًا هيراعي البهايم وكده ويراعي وياخد باله من بيتنا ومن العيال وكده، كنت أمشّي مش هيكون في مشكلة ساعتها. لكن صراحة
أبو أمير ظروف شغله إن هو كل يوم برّه أو أغلب الأوقات برّه، ده يعني بيحتّم عليَّ إن أنا لازم أكون في البيت دايمًا، عشان ما ينفعش إن أنا أسيب البيت والطيور والبهايم والعيال اللي بتمشّي دي يعني عيالي لمّا ييجوا عايزين اللي ياخد باله منهم، كده. آآ فما باصدّق إن حد من أهلي ييجي لي، يعني مش عايزاه يمشّي، يعني اللي بييجي لي أنا بُصّوا بامسك فيه مش عايزة أسيبه. فربنا يا رب يبارك في أهالينا جميعًا، ويبارك في أمهاتنا والناس اللي أبهاتها موجودة، ربنا يبارك فيهم يا رب ويبارك في أعمارهم، ويبارك فيكم ويبارك في صحتكم ويجازيكم عني كل الخير بكل كلمة حلوة بتقولوها في حقي ودعواتكم ليّا. الناس اللي دخلت بالفيديو اللي فات لمّا قُلت إن أمي هنا، الناس اللي دخلت تسلِّم على أمي، وطبعًا أنا قرأت لها كل التعليقات والله العظيم، واعذروني برضه إن أنا ما ردّيتش على التعليقات، بس طبعًا زي ما قُلت لكم أمي معايا اليومين دول في البيت وكده، يعني مش لاقية وقت صراحة طول الوقت يعني ما أقدرش إن أنا أسيبها وأشتغل في التليفون، زي ما أنتم عارفين برضه هي سِت كبيرة عايزة اللي يقعد معاها يتكلم معاها، أسمعها وتسمعني وكده. ف لكن التعليقات كلّها والله العظيم باقراها كلّها، وإن شاء الله برضه زي ما أنتم متعودين منّي حتى لو اتأخرت عليكم شوية، ولكن بارجع تاني أرُد على كل تعليق بيتكتب لي. قريت التعليقات لأمي مبسوطة جدًا وفرحانة يعني مش مصدّقة نَفْسها إن في ناس يعني الناس داخلة تسلِّم عليها هُم شافوني قُلت لها: "يا أمي هُم شافوكِ معايا في الفيديو و وأنا يعني أنا قُلت دي أمي وأنتِ قاعدة معايا وكده، فهُم عرفوكِ من خلال الفيديو." فبقت مبسوطة يعني إن أنتم داخلين تسلِّموا عليها وكده. فصراحة يعني أنا لمّا شُفتها مبسوطة كده أنا عايزة أقول لكم إن أنا كنت مبسوطة أكتر منها. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويبارك في أعماركم ويدّيكم الصحة وطولة العمر يا رب ويدّيكم كل ما تتمنوا وزيادة يا رب كمان. الناس الجميلة الطيبة اللي بُصّوا يعني فعلًا الكلمة اللي بتطلع من بُقّكم يعني بجد ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب. طبعًا هنا كان أمير كان طبعًا الوقت ده كان وقت العصر وكنت باوكّل الطيور وكده، كان أبو أمير معانا ولكن هو اللي كان ماسك التليفون وبيصوّر، أمير كان بيقول لكم حطّوا اللايك برضه، ياسمين بُصّوا، ياسمين ما كانتش واخدة بالها في الأول إن أول ما خدت بالها إن أبوها بيصوّر حطّت ال الكلبوش بتاع ال البيجامة كده على وشّها عشان مش عايزة يعني تبان، رغم إن أنا غفّلتها قبل كده وصوّرتها. ياسمين داخلة تجيب الأرنب، دي الأرانب الصغيّرة أهيّة اللي ورّيتها لكم وهي لسه مولودة، بسم الله ما شاء الله كبروا شوية، يعني دلوقتي عمرهم متهيأ لي كده دخل في 15 يوم. فياسمين بُصّوا كانت داخلة جايبة أرنب تلعب بيه، ياسمين بنتي ديّة عقلها أقسم بالله زي الأطفال المولودة. بتحب الطيور والكتاكيت، الطيور الصغيّرة، الكتاكيت، الأرانب، العجول الصغيّرة، بتحب الحاجات الصغيّرة دي، فأنا اتفاجئت بيها والله طالعة لي بالأرنوب الصغيّر كده، قُلت لها خلاص هاتيه نصوّروه لحبايبنا برضه ونورّيهم الأرانب بتاعتنا شكلها إيه، وخدته برضه ودخلت تورّيه لستها كانت أمي كانت جوّه في البيت، وخدت الأرنوب الأرنب الصغيّر ده ودخلت تورّيه لستها جوّه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعًا أبو أمير كده كان بيكلمنا يعني وبيصوّر بيقول أنا اللي هاصوّر وأشوف رأي حبايبِك ومتابعينِك في التصوير بتاعي هو اللي كان بيصوّر الوقت بتاع المقطع اللي أنا فيه دلوقتي يعني دهوّة، ولكن طبعًا المقطع بتاع شوي السمك كانت سلفتي اللي بتصوّر. أتمنى إن الفيديو بتاعي النهارده يعني أتمنى إنه ما يكونش تقيل على قلبكم واعذروني عشان أنتم عارفين إن أختكم يعني جعانة نوم يا جماعة. أتمنى طبعًا اللي ما حطّش اللايك وعجبه الفيديو، أتمنى يحط لي اللايك، اللي ما اشتركش لسه في القناة وعجبه روتين الفلاحين، أتمنى ما يترددش ويشرفني وينورني ويشترك معايا، أتمنى أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة وشيقة وممتعة ومفيدة في نفس الوقت، وأتمنى إني دايمًا أكون عند حسن ظنكم وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.